هدف عالمي من سوبوسلاي لاعب ليفربول، أحرزه من ضربة حرة مباشرة على حدود المنطقة من ماركة روبرتو كارلوس لاعب البرازيل، والكرة الشهيرة بتاعته اللي لفت لما كانت في فرنسا ولفت وغيرت اتجاهها وفضل الحارس يتفرج عليها. نفس اللي حصل بالظبط في هدف سوبوسلاي، ولكن لسوء حظه ان الهدف ده ما انتهاش بيه اللقاء، وعمل ريمونتادا مانشستر سيتي رهيبة على ليفربول وفاز 2-1. وكان فيه هدف كمان، يعني كانت المفروض النتيجة تبقى 3-1، ولكن الهدف ده تم احتسابه فاول وطرد سوبوسلاي. يعني سوبوسلاي رغم الهدف العالمي اللي جابه اتطرد في الاخر، وكمان فريقه خسر. ريمونتادا غريبة جدا من مانشستر سيتي، ولكن يستحقوا لان هم دلوقتي فرقة قوية جدا، وجوارديولا بدأ يحط ايده على مفاتيح اللعب بشكل كبير جدا عشان يقدروا يرجعوا في النتيجة بعد ما ليفربول اتقدم عليهم 1-0.